حبيت اليوم أسوي كباب بالبيت. كان عندي لحم بقر ولحم غنم، طلعته من هاي الضلوع لأن شوية دهين، لازم الكباب يكون دهين. ثربتهم بالماكينة. كل اللي أحط بالكباب هو طماطة واحدة، أقشرها وأثرمها ويا اللحم بالماكينة تنزل ناعمة، وبصلاية واحدة تثرميها ناعم، ولما تنزل المي مالتها تعصرين كل المي، وبعدين تحطين البصل وملح. هذا كل شي تريدين بالكباب. ويبقى بارد اللحم على ما تحضرين الشواية مالتك. طبعا تحطين مي وثلج يعني تنقعين ايدك قبل لا تلزمين اللحم حتى لا ياخذ حرارة الايد. وبعدين خلاص اذا حاضر هو بارد راسا نحطيه على الشواية. اذا بعد ما حاضر الشواية بقيه بالثلاجة حتى لو مشيشته، واول ما تشتغلين يكون بارد راسا نحطيه. من تحطيه على الشواية لا تقلبي راسا، خلي الجهة على النار تلزم نفسها شوية، بعدين تقلبي ويطلع لكم أحسن كباب وأطيب كباب، ما يراد لأي إضافات ثانية. إن شاء الله يعني تعجبكم هالشكل، طريقة بسيطة. المهم يكون لحم الغنم هو أكيد دهين، واللحم البقر هم إذا بيه شوية شحم هم كل زين. والأكيد الناس اللي أكو يمها الشحم مال الخروف إذا تحطين قطعة قطعتين بعد يطلع أطيب وأنعس. وهذا كل اللي تحتاجه بالكباب. السماق والبصل أكيد هذا ما ننساه، حتى يعني يكون حاضر كل شيء، لأن الكباب أول ما يطلع من الشواية النكل يكون أطيب مما يبرد. هاي هنا قلت لكم أحط المي ثلج حتى أبدا ما يصير له شيء. يكون ناس هواية يكون عندهم مشكلة مرات يوقع اللحم من الشيش، إذا تبقوا بارد أبدا ما يوقع، كل شيء ما يصير له. وألف عافية.